السلام عليكم الفلاون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم محبين وانصار شبيبة القبائل، دائما في جديد اخبار شبيبة القبائل. شاهد واسمع محللو بلاطو الهداف يتكلمون ويتحججون عن الظلم التحكيمي طبعا لشبيبة القبائل وجديد قضية شبيبة القبائل وجديد الحكام. هل سيتم محاسبة الحكام وقضاءهم؟ طبعا نتمنى ان شاء الله تسمعوا التصريحات ولكم الحكم التالي. تيزيوزو هدف حميدي لورجو ناس طراسي هكذا هما طراسوا هكذا معوج. حميدي ما كانش في وضعيه تسلل، كان فيه هدف رفض. رغم ذلك شبيبة القبائل فاز ب4 مقابل 1. وامس انا نعيد ونكرر ما حدث امس هو جريمه في حق شبيبة القبائل وفي حق البطوله الوطنيه، رغم الاجتماع اللي كان بين رئيس الاتحاد الجزائري والحكام ورئيس لجنه التحكيم قبل شهرين من الان، اللي وجه فيه والد صادي رئيس الاتحاد الجزائري توبيخات للحكام ورئيس لجنه التحكيم بسبب الاخطاء التحكيميه. لكن نعود ونكرروا في كل مباراه خارج الديار اخطاء تحكيم ما حدث. هذا الذي يحدث. هل شبيبة القبائل فقط من تعاني من كره القدم الجزائريه والبطوله الوطنيه هي من تعاني من هذه الاخطاء التحكيميه، ام ان جل الفرق الجزائريه تعاني من اخطاء في المباريات الاخرى؟ لكن ما حدث امس، خلينا نقول لك عباره واحده ونسكت. ما حدث امس كل شيء لم اشاهده حتى في التحكيم الافريقي في المباريات الافريقيه. هذا التحكيم تشوفوا في الريجيونال يجي اربيت يشوف غير جهه واحده. امس ما حدث هو جريمه في حق شبيبة القبائل التي تطالب بفتح عده مرات باش ما تسخنش كثيرا فيما حدث مع الحكم بن يحيى في بدون شك. وشفت اللقطات بدايتها فقط محمد، لانه كان مباراه السيتي. شفت اللقطات. نعم. شوف محمد، سوف انزع ستره المحلل وارتدي ستره اللاعب السابق، لانه عاشرت الكثير من الحكام الدوليين وكانت لنا فرصه انه يحكمونا افضلهم. ما اراه منذ سنوات قليله هنا في الجزائر انه اخطاء الحكام قراءه اللعب والشعور باللعبة، تحس وكأنهم مبرمجين على تصفير الخطأ أو لا. لكي تكون حكما مميزا، لكي تتميز في صافرة التحكيم، يجب أن تكون عنصر فعال داخل المستطيل الأخضر في كيفية قراءة اللعب والشعور باللعبة. تحس كأن الحكام الجزائريين هنا لتصفير الأخطاء وعدم تصفيرها وفقط. فيما يخص ضربات الجزاء، شوف محمد، لا يجب أن نبني الملاعب الجميلة ونجهز الأدوات وننسى كيف نبني الانسان المناصر او الحكم او اللاعب الصالح والموهوب داخل المستطيل الاخضر. نعم. نحن نركز في كلامنا وفي تطويرنا لكرة القدم الجزائرية في الادوات، صحيح انها مهمة، ولكن الانسان هو اهم شيء. كان ذلك في الاعلام او في التحليل او كلاعب او كمدرب، في كل مرة نتكلم. ولا اريد ان اعود الامثلة كثيرة جدا وليس لدينا ضربات الجزاء. فوزي بكل حياديه، انت كنت لاعب سابق في شبيبة القبائل، واحترامنا الكبير ايضا لنادي شباب قسنطينه اللي فاز بالمباراة بنتيجة هدف مقابل 0، وكان احد لاعبيه قد تعرض الى الطرد في بداية الشوط الاول. اعطينا إعادة للقطات ركلات الجزاء بكل الحيادية. فوزي، هل هناك ركلات جزاء ام لا؟ نبدا في الركله الاولى. محمد انا بلا ما تهضر ديجا بي اون افون ديريكت التيبيا فسلوا على التيبيا ديالك ديجا هنايا كما تصفر. لا رجع لي الاولى. شوف هنايا شوف وين دار له رجله، شوف فوق تيبيا فسلوا عليها وكان حيدير الحركه الاكروباتيه. هنايا محمد هنا كما تسيفليش هنايا وتكرازي له تيبيا، كان قادر يكسر حتى تشوف تيبيا اون دو باش تسيف لي بينالتي. هنا ديجا هنا نمشي مع كلام ميدو اللي قال لك فيه ضربه جزاء واضحه الامور. والحكم يكون عنده تقدير، هل يمنح بطاقه حمراء او بطاقه؟ واش عليه هنايا هذه واضحه. واش عليه هنايا هنا الحكم. هنا الحكم ما انت يا زيدي حبيت تحقق، عيط للفار قول لهم اعطيوني محلها من الاعراب. هذا اللي نريد ان نفهم. هذه هنايا انا نختلف معك شويه ميدو. هنا انا ممكن ما نشوفش ركله جزاء، لانه اللاعبين صعدوا الاثنين، لما تصعد خلاص يدك ما تقدرش تتحكم فيها لنا ميدو، والكره مرت مباشره بعد راس اللاعب، يعني ما كانش عنده 35 متر حتى يبعد يده، وانما كانت عنده متر فقط ميدو من اجل ان يتخذ قرار. لا عادل، لماذا تسرع؟ عاود رجع لي اللقطه الثانيه، نحن نتحدث عن اللقطه الثانيه. شوف فوزي هنا، ولكن غير اتجاه الكره. محمد وقف يا عادل. انا معك، انا في اللقطه الثانيه تاع الركنيه نقدر نمشي معاك ونقول يا سيدي هذه تقدير الحكم. واش عليه تقدير الحكم؟ ما كانش عندك الوقت، ما سيفليتهاش، لانه شوف لاعب شبيبة القبائل كان راح يضرب الكره براسه، المدافع ما يقدرش يشوف الى الكره مشات او لحقت به. بصح هذه قبلها كانت غلطه، ما عطيتليش ضربه جزاء لي. اوكي يعني معك فوزي. تيبيا هذه الثانيه يا سيدي التقدير ديالها ما عندوش الوقت باش عطينا الركله الثالثه. يلا نمشيو في هذا النسق. عطينا الحاله الثالثه والثالثه ودا الكره وما قاش الكره. هنايا شوف محمد التي اخذت دا الكره وشوف يحكم له رجله محمد، حكم له رجله، ضرب له بيده رجله، معناتها فوزي. وكانت في هذه المباراه
كانت لقطه لاول مره كرازالو تحدث في تاريخ كره القدم العالميه منذ تاسيس تقنيه الفار اللي بن يحيى دخل جيناس من اوسع الابواب. اول حكم في التاريخ يولي للفار باش يمد بطاقه صفراء على بادا، كي تولي للفار يكتي دون كارطون روج ولا تحتسب الهدف ولا تصفر مخالفه ولا ولا البطاقه الصفراء ما فيهاش حبس دقائق 6 مينوت داري وهو يشوف ومن بعد عطى بطاقه صفراء لبادا. بن يحيى دخل التاريخ من اوسع الابواب. انا قلت لك هذا التحكيم ممكن في الجهوي ولا في الجهوي الثاني تشوف هذا النوع من الحكام واش الدرجه الاولى. بكلامك عود فقط لكلامك ناخذ وقت طويل جدا لما نروح لتقنيه الفار. هذا يقتل الريتم في المنافسه داخل المستطيل الاخر. هل ينقص هذا ينقص كثيرا محمد. نحن في البلاطو 4 دقائق المخرج تقول له عاود ارجع لي لكي لا. هل هذه الاخطاء التحكيميه اثرت على نتيجه المباراه؟ هل هذه الاخطاء تنقص من فوز شباب قسنطينه؟ فوزي؟ لا، غيرت النتيجه النهائيه للمباراه. الفوز كي فريق اللي يستضيفك ويفوز والحاكم يكون عادل ولا صارت غلطه ما كاش مشكل. بصح كي يكون الفار كاين اخطاء ما تروحش تشوفها وما تتكلمش مع الفار. انا بالنسبه لي تتعمد. وعلاش داروا الفار؟ باش ما يكونوش اخطاء. كيفاش كاين الفار ما تروحش تشوف الفار؟ ما انت ما حبيتش تروح ولا ما دومونديش الفار باش يفهم هذا. كيف شوف في مباراه الاب كاد ان يختلط الحبل بالنابل. شوف كان هناك خطا صحح باخطاء اخرى. الكارطون روج سقموا بطروا بينالتي، وهذا ما يطرح اكثر من علامه استفهام. لانه انصار شباب قسنطينه يقول لك حتى البطاقه الحمراء التي منحها الحكم غير مستحقه. لانه ربما اعود الى كلامي اقول ان الحكم اراد وفي كم من مره كنا لاعبين سابقين اراد ان يصحح الخطا بخطا اخر. والبارح هذا ما اراد ان يستدرك الخطا. هكذا ما يفعلون. والبارح دير اقلبها نحي لهم 3 بينالتي في استادهم ومتكارطون روج الجياسكا وهذا لي بينالتي فالاب. كيفاش تولي خلوطه تقدر دير مشكل في ملعب قسنطينه. وعبيد شارف بصفته لاعب حكم دولي سابق وهو من يترأس لجنه التحكيم يجب النظر في مباراة أمس لأنه قتلت ربما ليس قتلت بصفة نهائية وربما تقتل المنافسة لأنه هذا سيعطل نوعا ما 3 نقاط هكذا تذهب من شبيبة القبائل في المنافسة نحو اللقب. حبيت نضيف كلمة واحدة. الخطأ البشر معرض للخطأ. نعم. حكم معرض للخطأ جل ما ليس خطأ بشري خطأ زوج 3 متعمد خويا. ما كاش خطأ بشري وقع 3 مرات متتالية. ربما مثل ما قال أمين أنا أمشي في هذا الطرح أراد أن يصحح الخطأ الذي ارتكبه في أخطاء أخرى وليس بأخطاء عدم العودة للفار عدم تصفير مرة أخرى الأخطاء هذو في كل اللقاءات كاين أخطاء بصح البارح كما قلت فوق الزيادة محمد. نعم. الاخطاء البشريه مثل ما قال ميدو مقبوله وعاديه، لكن لما تبدا تحس بانه ممكن هذه الاخطاء كانت متعمده، ونحن هنا لا نتهم اي شخص، هنا المناصر يتقلق يقول لك ممكن الحكم تعمد ما يعطيناش ركله جزاء، الحكم تعمد يخرجنا من المباراه، خاصه ركله الجزاء الاولى يعني الداس على في الدقيقه الثامنه. محمد عندك الفار وعندك الفار تقدر ترجع. روح شوف الصور برك. نعم. هذا مكان. نعم. هذا لا ينقص من فوز شباب قسنطينة. هذا لا ينقص من شبيبة القبائل ضيع سيل من الفرص. شباب قسنطينة يقول لك انا ايضا اتعرض لاخطاء تحكيميه الكل معرض، ولكن هذا يجب التوقف عنه. شباب قسنطينة العام اللي فات جاو التزيوزوا ب 10 ربحوا طوال مع جياسكا وخرجوا من الملعب، وعلى بالهم باللي ماناش نهضروا على شباب قسنطينة على غلطات التحكيم. نعم. شكرا جزيلا لكم، بارك الله فيكم. ميدو يعطيك الصحه. شكرا، تحياتنا فقط لأمين.